تعال اقول لك 3 مسلسلات مصريه قصيره كلها تشويق تخلصهم في سهره. تخيل واحد يصحى من النوم بعد عمليه زراعه قلب، يلاقي صوت جواه بيكلمه وبيتعرف عليه وبيعرفه على نفسه، وبيقول له ان هو صاحب القلب اللي هو عايش بيه، وانه عاوزه ياخد له حقه من اللي قتلوه ويحمي اهله. يا ترى هيسمع له ويحاول يساعده ولا هيتجاهل الموضوع ويعيش حياته؟ ده اللي هنعرفه من خلال شخصية أنس في مسلسل أنصاف مجانين، واللي بالمناسبة ناس كتير ما شافتهوش وما تعرفش إنه من أحلى المسلسلات المصرية في الفترة الأخيرة، واللي اتكلمت عن التواصل مع الأرواح بعد الموت. مسلسلنا التاني بقى بطولة جماعية. فاكر زمان أنت وأصحابك أما كنتوا بتحبوا تلعبوا لعبة الأبراج؟ تخيل معايا بقى إن اللعبة قلبت بجد، وفي لعنة ظهرت وبدأت تقتل كل واحد فيكم بطريقة مشابهة للبرج بتاعه. يعني مثلا برج الثور هيتقتل بقرون ثور، وبرج الحوت هيموت غرقان في مية. تخيل. مسلسل زودياك بيحكي عن شلة شباب هيعملوا تحقيق صحفي عن اغتيال عالم فلك، وبسبب التحقيق ده هيتصابوا بلعنة فرعونية مرتبطة بالأبراج، وهيقعدوا يحاولوا يهربوا منها ويحاولوا يوقفوها. المهم إن المسلسل ده متاخد من رواية حظك اليوم للراحل الدكتور أحمد خالد توفيق. تعالى معايا كده نشوف المسلسل الثالث وحكايته الغريبة دي، اللي بتحكي عن نور ونديم اللي بينهم قصة حب بتنتهي للأسف بفضيحة، وبتضطر نور إن هي تزيف موتها عشان تهرب. بس الحكاية بتخش في غموض. نور بتقابل ست كبيرة اسمها سوسن، وبتعرض عليها صفقة من أغرب ما يكون، وهي إنها تتجوز ابنها عماد اللي عنده مرض عقل، وترعاه في مقابل إن هي تعيش معاهم وتتكفل بيها. ومن هنا بتبدأ نور إنها تفكر تفكير ما عداش على الشيطان نفسه، عشان تنتقم من اللي أذوها في حياتها بمساعدة عماد. في مسلسل كل أسبوع يوم جمعة من بطولة منة شلبي وآسر ياسين وأحمد خالد صالح. وبرضه المسلسل ده متاخد من رواية للكاتب إبراهيم عبد المجيد بنفس الاسم. قولوا لي إيه أكتر رواية قريتوها نفسكم تشوفوها في مسلسل أو فيلم؟